ورغبة ونشوة وحوار 4 نهود وامرأتان. هذا ليس مشهداً من أفلام البورنو التي أدمن البعض مشاهدتها، وليس مؤامرة حبكت من أجل إقصاء الرجال أو القضاء على البشرية. هي حكاية حب لم تحكى، فالعلاقات المثلية بين النساء ليست مجرد قصة من قصص ألف ليلة وليلة، بل كانت ولا تزال جزءاً من الطبيعة، علاقات قمعتها المجتمعات الذكورية وحصرتها الأديان، فبات حتى الحديث عنها تجديفاً وشذوذاً. أن تكوني امرأة ومثلية جنسياً في فلك الممنوع. أجبرت على الزواج بالقوة لما كان عمري 16 سنة. من ناحيتي ما كان في أي انجذاب جنسي أو عاطفي، وأنهيت الزواج بالقوة بعد 3 أو 4 أشهر. اكتشفت ميولي الجنسية عندما كنت في المرحلة الثانوية. وقتها ما كان عندي معرفة بمفهوم المثلية الجنسية، لكن بعد المرحلة الجامعية بدأ اطلاعي على أنواع الميول الجنسية عن طريق يوتيوبرز أمريكيتين مثليتين كانوا بيعرضوا حياتهم الخاصة. وقتها حسيت إني يعني أستحق هذه السعادة، أستحق إنه يكون عندي حبيبة وأعيش معها حياتي. في السعودية ما كنت أجرؤ نهائياً إني أتكلم عن هذا الشيء، كان فقط التكلم عن رغباتنا الجنسية حتى الغير مثلية كان يعتبر تابو، فما بالكم بالمثلية. تعرفت مودة على سارة في مكة عام 2016. هناك بدأت قصة حبهما، وأمام استحالة تقبل المجتمع لعلاقتهما قررتا الهرب إلى مكان آمن، واستقرتا معا في ألمانيا منذ 2019 بعد أن حازتا على اللجوء الإنساني. أنا وسارة لما كنا في السعودية ما وضعنا نفسنا في مواجهة مع المجتمع، كان كل همنا فقط إن إحنا نكون في مكان آمن. لكن لما طلعنا بدأنا نعرض عن حياتنا، نتكلم عن علاقتنا، عن كيف لما كنا في السعودية وكيف الآن حياتنا صارت. السعودية هي الجحيم بالنسبة لي كامرأة أولاً قبل كوني مثلية. مصيري للأسف في السعودية راح يكون إما الرضوخ وإني أكون تعيسة أو الإجبار على الزواج أو السجن. المهم حبيبي عملت لي البروبوزل على منظر الغروب. تعالي بيبي هنا جنبي كده. تعجبني المرأة القوية الطموحة الذكية المعتمدة على نفسها، وسارة فيها كل هذه الصفات، بالإضافة إلى أنها أجمل بنت شفتها في حياتي، وهي بالنسبة لي حبيبتي وصديقتي وأهلي، وإحنا حالياً مخطوبين وبنوثق زواجنا في المستقبل. المثلية الجنسية لدى النساء في فلك الممنوع، والبداية من هنا في استوديو باريس مع الناشطة الحقوقية داليا فغال والمترجمة صاحبة بودكاست المتعة الثالثة فالنتينا تاسيناتو. أهلا بكما. أنتما في علاقة حب منذ 3 سنوات وتعيشان حاليا معا في إحدى الدول الأوروبية. علاقتكما علنية، وأنت بالتحديد داليا لديك نضال طويل في هذا الإطار، وكانت لديك الشجاعة بالخروج من الخزانة كما يقال، وبإشهار ميولك للجندرية أمام الجميع حتى أمام العائلة. ماذا يعني أن تحب امرأة أخرى؟ وهل كونك مثلية جنسيا من أصول عربية يجبرك على الخروج من بلدك مقابل الخروج من الخزانة؟ وأنا بالنسبة لي مش السبب الرئيسي إن أنا سبت مصر، ما كانش بالتحديد ميولي فقط. أشترك طبعا مع مش سارة مودة في فكرة إنه المرأة في مصر مش بتقدر تحقق نفسها بالشكل إذا ما كانتش بتنتمي لطبقة اقتصادية اجتماعية معينة، وحتى في ظروف زي دي بتبقى مضطرة إنها تقدم تنازلات كتير. أنا كمان كنت عايشة لوحدي، سبت أهلي وأنا عندي 21 سنة، كان موضوع مرعب جدا، تهديدات بالقتل حتى من أهلي، يعني من عائلتي الأكبر يعني. فأكيد يعني ما حبيتش أعيش عيشة بالشكل ده، يعني حاسة دايما بالتهديد.
الاوبشنز بتاعتي في الحياه مش كتير، سكن مش عارفه اسكن، شغل مش عارفه اشتغل، بتعرض لانتهاكات بشكل او باخر، عايشه حياه سرفايفل يعني صراع بقاء. فحتى لو في كوميونيتي كلنا في حاجه لدعم يعني الموضوع كان صعب. فلما طلعت بره مصر ما كانش في بالي بالتحديد ميولي، ما كانش على اول القائمه، لانه انا كنت قادره. كانت حياتك في خطر ببساطه. كانت حياتي مش الطف حياه اكيد يعني، لاسباب اخرى غير ميولي كمان. هويتي بكل تقاطعاتها كانت مأثره على وضعي، فقررت ان انا امشي زي ناس كتير ما بتمشي من مصر لاسباب اقتصاديه. انا برضو كان في جزء منها اسباب اقتصاديه. ولما طبعا انا ما كانش في بالي، كان اكبر توقعاتي ان انا مثلا ارتبط بحد، بس ما كانش على بالي ان انا اتكلم او اخرج من الخزانه زي ما بيقولوا. كان الفكره الرئيسيه ان انا ابقى نفسي، بعيدا بقى هبقى ازاي، هعمل ايه، هبقى مع مين، ما كانتش دي الفكره الرئيسيه. طبعا ده كان مستحيل حتى افكر فيه في مصر، لان انا ما فيش اي سيفتي نت. لو وقعت شبكة أمان غير موجودة بتاتا. وحتى الآن أنا لو رجعت مصر هتحول لساحرة على خشبة بقى ويحرقوا فيا. فهي الفكرة أنه أنا ما عنديش إمكانية، ما كانش عندي إمكانية أن أنا أكون نفسي في مصر بأي صورة. طبعا لكن هناك من لا يصدق اليوم ده لأن ممكن أن تحب امرأة. ماذا يعني أن تحب سيدة؟ عادي بتحبها عادي يعني. كله بيحب كل واحد حر يحب اللي هو عاوزه يعني. ومش الحب بس يعني، حتى الجنس نفسه يعني كفكرة. يعني مش فاهمة احنا ليه بنقعد نركز على الحب كمفهوم هو اللي بيليجيتمايز أو بيبرر أي علاقة ما بين شخصين أو أكتر. فالموضوع أكبر من كده يعني. كلنا عندنا حرية شخصية ونعمل اللي احنا عاوزينه، لا ضرر ولا ضرار، وكل واحد في حاله. قد يتساءل كثير من المشاهدين والمشاهدات أنه ربما يعني من الصور النمطية الرائجة جدا أن من التأكيد أو من المؤكد أن داليا عاشت تجربة فاشلة أو صادمة مع رجل ما في حياتها، وبالتالي قررت أن تتجه نحو النساء. إلى أي مدى هذا الأمر صحيح يعني؟ ده مش صحيح يعني، مش عارفة، مش صحيح خالص يعني. وأكيد الإيجو سنتريزم أو النرجسية الذكورية دايما بتتخيل أن كل حاجة بتتمحور حوالين القضيب وفكرة أنه الرجل هو مركز الكون، بس ده مش حقيقي، معلش سوري يعني. من الموضوع مش كده خالص. إذن أنت يعني تحبين المرأة، حلوة، تنجذبين إلى المرأة، وهذا أمر يعني فعلا فطري، هو طبيعي بالنسبة أيوة لي. بس مش بشكل مطلق برضو يعني، مش كل حد في ميل يعني. الموضوع برضو ليه متطلبات أخرى يعني، أطياف ربما، أطياف. في ناس بتعجبني، في ناس بتعجبنيش، زي ما برضو في العلاقات الغيرية في حد يعجبك وفي حد ما يعجبكيش طبعا. يعني هو أمر شخصي جدا وذاتي، وله علاقة في ذوق الإنسان يعني وميل الإنسان وأحاسيس الإنسان. طيب، سأذهب إلى فالنتينا اليوم. ربما التحديات التي تواجه المرأة الغربية كما يقال عندما تقرر أن تكون في امرأة مع علاقة أخرى مختلفة، هل تتشاركين نفس التحديات مع داليا في مكان ما، أم أنك تشعرين أن الأمر أكثر سهولة أو قبولا في المجتمعات الغربية في أوروبا وفي المجتمعات الغربية؟ Alors, je crois, bien sûr, il y a des choses en commun. من المؤكد أن هناك أمور مشتركة بين النساء المثليات. في أوروبا نعيش في أمان، إذ لدينا العديد من الفضاءات للقاء ويمكن أن نعيش مثل الجميع. لدينا لقاءات في الحانات مثلا، أو يمكن لنا إقامة مواعيد غرامية، وهذا الواقع يتحسن مع الوقت. Donc ça est toujours de plus en plus. Je vois aussi ma génération. ألاحظ أن جيلي والجيل الأصغر يناضلان كثيرا في هذا الإطار، كما لاحظت تغييرا إيجابيا في إيطاليا مثلا. ولكن أشارك داليا الكثير من الهموم، فأن تكوني مثلية هو أمر ليس سهلا حتى هنا، إذ علينا أن نبرر نفسنا بشكل دائم، كما أن العنف إزاءنا لا يزال موجودا في أوروبا أيضا. فالنتينا، ما الذي يعجبك في المرأة؟ لا أعرف كيف يمكن أن أجيب على هذا السؤال، فأنا لا أبحث عن الحب في كل امرأة فقط لأنها امرأة. تحبين الشخص بمعزل عن الجندر
أو عن الجنس الذي ينتمي إليه. ليس فقط أنا أرى في الشخص جماله وذكاءه وجاذبيته، أنظر إلى عينين جميلتين مثلا فأعجب بالشخص. شكرا فالنتينا، سأعود إليكما. سأذهب الآن إلى بيروت مع تجربة أخرى فيها الكثير من الشجاعة والجرأة. هي قصة شابة لبنانية مثلية، الفنانة الكوميدية شادن فقية. أهلا بك شادن. أنت يا شادن أعلنت عن ميولك الجندرية أمام العائلة، أمام المجتمع، أمام العلن خلال عروضك الكوميدية في بيروت وفي كل أنحاء العالم. لديك جرأة كبيرة في هذا الإطار وتتحدثين عن الموضوع بشكل بدون قيود. الملفت كان أن المحيط العائلي تقبل هذا الأمر. هل تعتبرين في البداية أنك محظوظة؟ وهل ساعدتك الكوميديا في كسر هذا التابو مع المحيط العائلي ومع المجتمع بشكل عام؟ محظوظة، أكيد محظوظة. يعني بعتقد يعني أنا كتير grateful. سوري نحن اللبنانية ما كتير عربيتنا ركيكة. نعم أنت محظوظة كتير عندي يعني لديك كمية كبيرة من الرضا. نعم نعم. ايه والتقدير لشو طلع لي، ويعني خصيصا من أهلي، ممتنة من أهلي ومن محيطي، لأنه هي مش بس عائلتي، هي أولاً أمي وبيي. أمي وبيي عطوني سندي، يعني هن السند الأقوى سند، وهن كمان حطوا مثل حطوا أجرهم على الأرض يعني مع العائلة الكبيرة. ومن هون بتقلعي، يعني إذا أنت أهلك بيعرفوا، ونحن علاقتنا مع أهلنا كتير شفافة. يعني أنا بعتقد بالأجيال، في كل الأجيال القديمة كانت عم تورث، ممنوع نقول كلمة خرا صح؟ عم تورث مشاكلها، يعني لحديد ما بيجي حدا وبيكسر هيدا السايكل. عرفتي؟ فأنا أهلي يكسر هذه الدورة، من الناس اللي بلشوا يكسروا هيدا السايكل. هذه الدورة بكل بالضبط. ومن هيك هذا سهل الموضوع إلي، لأنه هن بلشوا نضالهم قبلي. مع أنه إذا بتشوفي أهل 3/4 أصدقائنا، 3/4 الناس اللي بهالمجتمع اللي عايشين فيه ما مكسرين هيدا الدايرة، هيدا التوكسيك، هيدا الدايرة السامة فأهلي بلشوا بهيدا النضال ونحن كملنا فيه، مما عطينا أكتر حرية. يعني هن بلشوا بيضلوا الحرية الشخصية الفكرية وكل هولي. طيب وقت نحن وصلنا كان في اوريدي بداية لها. من أين كل هذه الجرأة؟ هل تأتي من شبكة الأمان هذه؟ اليوم أنت تعيشين في بلد يجرم في مكان ما المثلية الجنسية. هل تشعرين أنك تعيشين كأي امرأة أخرى في لبنان بدون خوف؟ أم أنك بفضل هذه شبكة الأمان العائلية تمكنت ربما من تحدي هذا الخوف؟ كامرأة مثلية، بس كامرأة أولا كمان، يعني هيدي وكامرأة مثلية هيدي حصانة. يعني أنا مثلا سامع قصص، مثلا بعض الأصدقاء أو المقربين مثلا كانوا بموقع خطر، بس لأنه هن بموقع هالخطورة جاية من هويتهم الجنسانية أو الجندرية، ما بيروحوا عند أهلهم، ما عندهم مكان آمن يروحوا، فبفضلوا يكونوا بخطر من إنه يكونوا مع أهلهم. فعرفتي شو قصدي؟ إنه أهلهم يساعدوهم. فهيدي حصانة، هيدي قوة. فأكيد هيدي إجابتها أنا من أهلي ومن محيطي. يعني أنا كنت طبقة متوسطة. يعني كمان نحكي عن هذا الموضوع، إنه في موضوع طبقي كمان بالناس اللي حواليك، بمفهومهم، بأفكارهم، بكل هذا الموضوع اللي هو شيء طبقي اجتماعي. يعني طبعا التعبير غالبا عن هذه الميول يتعلق أيضا بالطبقة، هو موضوع طبقي للأسف، وهو موضوع أيضا يختلف بين الرجال والنساء، ونتحدث عن هذا الأمر. ولكن أريد أن أسألك سؤال يعني له علاقة بكيف تعرفين أنت عن نفسك اليوم. ما الذي تحبينه في النساء ولا تجدينه في الرجال؟ أوكي، بس بدي أوضح أنه بعتقد النساء كيف بيحسوا. يعني أنا إذا شفت هلأ مرة مزلطة ما حأتهيج، يعني لأنه كبزاز عندي بالزين ودبل دي ولا أجري. بس أنا اللي بيشدني بمرة هو قوتها. يعني أنا للمرة القوية هيدا ماشي خلص، إنه أي أدارة جدارة، فهيدا بيشدني كتير فيها. المرة اللي she owns herself, she owns her sexuality,
شو يعني يعني تمتلك نفسها يعني هي مرأة قديرة مستقلة نعم بكل المستويات. طيب والرجل ما هو يعني ما هي مكانة الرجل في حياتك؟ يعني هل هو فقط يلعب دور الأب، دور الأخ، دور الصديق؟ لا يمكن أن يكون حبيب إطلاقا؟ مستحيل. دوره هو أولا وقت يكون في صرصور هو يقتله، هيدا أهم دور. أما الباقي صداقات وحب عذري بحت. ومستحيل يكون في انجذاب. عرفتي؟ ما المرأة كومبلكس، المرأة عندها مليون طبقة فيها، في المرأة شيء رائع. تمام، سأعود إليك، ابقي معنا شادن. سأذهب إلى عكا مع الناشطة النسوية الكويرية الفلسطينية غدير شافعي. أهلا بك غدير وشكرا لحضورك. تشير اليوم العديد من الشهادات لنساء مثليات عربيات إلى ازدواجية في حياتهن، يعني تجربة شادن ربما تخرج عن إطار التجارب التي نستمع إليها أو نقرأ عنها في الدول العربية. هناك صعوبة كبيرة في الخروج إلى العلن، في التعبير عن الميول الجندرية، عن الهوية الجندرية، خاصة في المحيط العائلي القريب. وخلال الإعداد لهذه الحلقة واجهنا صعوبة كبيرة في إقناع شابات ونساء مثليات عربيات بمشاركتنا هذه القصص، حتى ولو كانت الهوية مخفية. يعني هناك خوف مضاعف لدى نساء مجتمع الميم عين بالظهور علنا أكثر من رجال هذا المجتمع. كيف تفسرين هذا الأمر؟ بفكر أنه كثير مهم نحكي أول إشي على كل القمع والتمييز الجندري ضد المرأة. كل النساء، وهذا قمع عالمي، يعني كل نساء العالم تعاني منه وليست فقط النساء العربيات أو الفلسطينيات. فإضافة إلى هذا القمع اللي هو قمع أبوي سلطوي ذكوري معسكر وإلى آخره، هناك قمع ديني وقمع باسم العادات والتقاليد. فنحن نرى في يعني معظم مجتمعاتنا العربية أن على المرأة أن يعني تختزل مشاعرها وحرياتها وتتقلص حتى تتلاشى ليزدهر الرجل العربي، أو تزدهر العادات والتقاليد، أو طبعا الأفكار أو الحديث باسم الدين اللي هو مش كتير شرعي. فكتير مهم نشوف هاي، يعني كتير مهم نشوف ازدواجية أو حياة النساء أو تحديات حياة النساء المثليات والكويريات ضمن هذا السياق الأوسع. فعشان النساء ولا الرجال ولا المثليين والمثليات والعابرين والعابرات المزدوجين أو الكويريين والكويريات ما حسوش بهاي العزلة والحاجة إلى الحياة في ازدواجية أو ترك الوطن والعيش في الغرب أو البحث عن الأمان في مكان ثاني. بتأسيس أصوات كان مهم إلنا إنه إحنا نحكي عن كل دوائر القمع، يعني سميناها أصوات نساء فلسطينيات مثليات أو كويريات، اللي فيها حكينا عن كل دوائر القمع لإلنا يعني اليوم اللي عايشين في مجتمع ذكوري. بعد إذنك بحب أضيف إنه إحنا كتير مهم يعني نسلط الضوء على التقاطعات. القمع لا يأتي بمعزل فإنه لما إحنا بنحكي عن كوننا فلسطينيين نعيش تحت الاحتلال وممارسات العنف والاستعمار وسياسات التمييز العنصري، وأيضا كنساء في مجتمع أبوي قامع معسكر محافظ في بعض الأحيان، وأيضا كنساء مثليات في ظل رهاب المثلية، الهوموفوبيا والخوف من المثلية، وأيضا في ظل سياسات الغسيل الوردي إذا بنحكي كمان على سياقات فلسطين. فمهم جدا إحنا نشوف هاي التقاطعات ونحارب ضد كل التقاطعات، لأنه بكل مجتمعاتنا العربية وبما في ذلك بالمجتمع الفلسطيني لا يمكن الحديث عن حريات الجنسية والجندرية بمعزل عن باقي الحريات. طبعا، ومعزل بمعزل عن طرح تغيير سياسي ربما له علاقة يعود لكل مجتمع. طيب سنناقش هذه الفكرة بعد قليل. دعينا فقط نتعرف على ضيفنا الأخير من الرباط، المفكر والناشط الحقوقي العلماني الأستاذ أحمد عصيد. أستاذ أحمد، أول شيء شكرا جزيلا على قبولك دعوتنا لهذه الحلقة. أنت كالعادة يعني إضافة في برنامج فلك الممنوع. أريد أن أسأل اليوم إلى أي درجة ممكن أن نقول أن تاريخ المسلمين والعرب متصالح مع فكرة المثلية، متصالح وأقولها بين مزدوجين، مع فكرة المثلية لدى النساء أكثر من تلك لدى الرجال، وكيف يفسر هذا الأمر؟ تقسيم الأدوار بين الجنسين المذكر والمؤنث أقيم عليه نظام اجتماعي، وتمت المحافظة على هذا النظام الاجتماعي بقيادة سياسية أيضا جامدة وبفكر فقهي جامد قام بتجميد النصوص وتجميد المجتمع معها. وهكذا على مدى
مئات السنين بقي مفهوم الذكورة مفهوما مرتبطا بالسلطة، وكل ما يخالف مصلحة هذا المفهوم يعتبر إهانة لكرامة الذكورة. وهنا يدخل ما تتحدثون عنه اليوم، وهو المثلية الجنسية أو الليسبيان في أوساط النساء. فالمثلية الجنسية في أوساط النساء كانت منتشرة في الحضارة الإسلامية، سواء فيما قبل الإسلام أو في بداية الإسلام أو في العهد الأموي والعباسي، وكانت رائجة في الأوساط الأعيان خاصة والخلفاء وفي القصور والبلاطات بسبب ما سمي بالحريم. الحريم كان يجعل أن نساء كثيرات تعتبرن لرجل واحد ليس له إمكانية أن يلتقي بهن كلهن، فيبقين في العزلة لمدة طويلة، وتنشأ عن ذلك علاقات مثلية. هذا بالإضافة إلى وجود مثلية طبيعية عند كثير من النساء كما تتحدث الأخوات اليوم. فإذا هناك إهانة مزدوجة للذكورة عندما تكون هناك علاقة امرأة. وهذه الإهانة المزدوجة تتمثل أولا في أن المذكر أو الذكر لا يقبل شخصية امرأة قوية وتقوم بدور الرجل في المضاجعة. والوجه الثاني من الإهانة هو أن هناك امرأة أخرى يمارس عليها الجنس وتتمتع في غياب الرجل، وهذا شيء لا تقبله العقلية الذكورية، لأن الذكر يعتقد أنه وحده الذي له العضو الذكري الذي يمكن أن يمتع المرأة. هذا من جهة. من جهة أخرى النظام الأبوي الباترياركال كله الذي تعيش به دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط منذ قرون قام على أساس أن المركز، أن الرجل يوجد في المركز، وأن المرأة ملحق به لإمتاعه وإرضائه ونيل رضاه، وأنها تخدمه وتطيعه، وأنه هو الذي يتمتع وهي بالطبع تخدم هذه المتعة. وحتى في الطلاق قال الفقهاء المتعة، سموا المال الذي يقدمه الرجل للمرأة عند الطلاق متعة، أي أنه تمتع بها كما لو أنها هي لا تتمتع. إذن منظومة العلاقات السوسيو ثقافية ترفض وجود المرأة في المركز، ترفض وجود المرأة في دور الرجل، ترفض وجود المرأة القوية الشخصية والتي لها جاذبية وتجذب المرأة. الرجل وحده من ينبغي أن يكون له جاذبية أمام النساء، وترفض كذلك أن تكون هناك متعة في غياب المذكر. تتحدث عن المتعة وسأسأل عن هذا الأمر. داليا، طبعا يمكنك أن تعلقي لو أردت على ما تفضل به السيد أحمد. وأريد أن أسألك اليوم، كتب التراث العربي تسخر والإسلامي تسخر بشخصيات تاريخية، منها ما كان مقدس أو حتى يعني مرتبط بالمقدس، ويعني هناك نصوص كثيرة عن ما هو رائج يسمى بالسحاق، أي بالعلاقات المثلية بين النساء. والسحاق لغويا يجب أن يشرح فقط، يعني اليوم لديه معنى سلبي ولا يستخدم، ولكن السحاق هو فعل الحف، الاحتكاك باللغة العربية. وبالتالي هكذا كان يسمى، وهناك نصوص زاخرة في هذا التراث. اليوم يقول السيد أحمد المتعة الرجل يرفض، أو الرجل، لن نتحدث عن رجل أي رجل، نتحدث عن مجتمع ذكوري يرفض أن يخرج مفهوم المتعة من إطاره أو من وجوده أو من أعضائه التناسلية. إلى أي مدى هذا صحيح؟ وهل يمكن اليوم هناك هذه الصورة النمطية، هل يمكن أن تصل المرأة إلى متعة بدون علاج، بدون عضو ذكري؟ هل هذا ممكن؟ وأكيد ممكن، لأنه كل مرأة عندها طرق مختلفة للوصول للنشوة، ده حتى مرة عن مرة ممكن تختلف يعني. ومتعة المرأة الجنسية عمرها ما كانت موضوع أو محور نقاش أصلا. فكويس إن احنا في العصور دي أو في العصر ده بنقدر نتكلم عن حاجة زي كده، لأنه ما قبل ذلك حتى العضو التناسلي أو العضو الجنسي الأنثوي لفظا، اللي هو ليه مرجعية تركية أو فارسية، المسمى يعني جاي من وظيفته بالنسبة للذكر. هو الفرج يعني؟ لا، ما يعني ده برضو أحد الألفاظ، بس كذا لفظ. اللفظ الأساسي اللي هو اليوم شتيمة، أنا ممكن أقوله. تفضل. ولا الكس. نعم، هو لغويا صحيح. هو بس يعني هو في اللغة العربية بس هذا هو الاسم. مش معناه
مرتبط بوظيفته. نعم. حاجة تانية ليها علاقة بالتاريخ. والتاريخ بتاع المرأة عامة كان مطموس وما زال بيتم طمسه بشكل ممنهج من عصور قديمة. أنا مش عاوزة أقول إن الإسلام كان متصالح مع المثلية الجنسية أبدا، هو زي أي دين إبراهيمي، زي معتقدات كتير تاريخية عندها مشكلة مع المرأة الذكورية. تاريخها طويل جدا وقديم. وكون ان في بعض الظواهر او تم تدوينها برضو من منطلق ذكوري، مش معناه ان هو دي الصورة الوحيدة اللي كانت موجودة ليها، ومش معناه ان الاسلام كان متسامح. وفي طبقات تانية، دايما احنا بنتكلم عن الملوك والامراء والملك، ربما مبالغ ان نقول متسامح، ولكن هناك ربما كان قبول لهذه العلاقات. ولا نعرف، احنا ما نعرفش حاجة. احنا بنتكلم عن طبقة ارستقراطية بمفاهيم عصرنا الحالي، كان فيها أشياء إحنا يعني ما لدينا اليوم بالنسبة إليك لا يكفي لأن نستنتج. طبعا مستحيل نستنتج حاجة زي كده. إحنا بنبص على عالم مختلف تماما، لأن كان في طبقية واضحة وصريحة، يعني الملك السلطان واللي تحته الخليفة والخليفة. فإحنا ما نعرفش أي حاجة. طيب تمام. فالنتينا، أريد أن أسأل فالنتينا سؤال. تحدثت عن الأديان الإبراهيمية، أيضا هذا الموضوع يطرح فيما يتعلق بالهوموفوبيا، بملف الهوموفوبيا في الدول الأوروبية. وعندما نتحدث بالتحديد عن النساء المثليات، دور الدين هنا برأيك إلى أي مدى خرب الدين النظرة إلى هذه العلاقات؟ الديانة في أوروبا أيضا أرخت بثقلها على العلاقات المثلية. أنا من دولة كاثوليكية جدا وهي إيطاليا، وبالمقارنة مع دول غرب أوروبا لم تسن قوانين هناك ضد جرائم الكراهية التي تستهدف المثليين والمثليات، وهو ما يمكن اعتباره إرثاً لتعامل الكنيسة الكاثوليكية مع مجتمع الميم عين. وأعتقد فيما يتعلق بالنساء المثليات أن هذه الديانة كرست فكرة أنهن غير مرئيات. هن غير موجودات، يعني نتعامل معهن على أنهن غير مرئيات، غير موجودات، الإنكار. طب يعني على حال هناك ربما 3 كلمات تختصر واقع حال المثليات جنسيا. هن غير مرئيات، وفي غالبيتهن غير مستقلات، وأيضا مهمشات. يعني اليوم هناك هذه المهمشات لكونهن في الأساس نساء، كما قال السيد أحمد منذ قليل، يعني هن ملحقات دائما بالرجل بسبب هذه المعايير التي يفرضها المجتمع الذكوري. شادن، أريد أن أسألك سؤال. ربما اليوم هناك صور نمطية كثيرة خاصة عن المثليات جنسيا، منها ما هو اليوم ربما أن المثلية جنسيا غالبا هي مسترجلة، هي سيدة غير جميلة، هي سيدة تسعى لأن تكون أو تلعب دور الرجل في العلاقة مع السيدة الأخرى. ما رأيك أنت بشكل عام؟ من أين تأتي هذه النظرة بالنسبة إليك، وكيف تردين على هذه النظرة؟ لأنه ربما قد ينظر الكثيرون اليوم إلى سيدات مثليات ويقولون هذا ما نقصده عندما نقول أنها مسترجلة، اسمعوا صوتها، انظروا كيف تتكلم. كيف تردين على هذا النوع من الحجج وهذه الصور النمطية الرائجة اليوم؟ أولا عن الجميلات، عفوا سوري، سحقية وجميلة، شكرا. ثانيا حتى بكل موضوع الجندر، يعني انه عم نحكي عن الازدواجية، يعني انه انا بشوف انه الجندر هو مثل سبكترم، حتى منه سبكترم، هو شو مختلط بينه وبين الجنسانية، يعني منه حتى خط واحد بين انه ماسكلين وفيمينين، ولا حتى انه ستريت او جاي، هو شيء مخلوط كله، وكل ما بتكوني حرة كل ما بتعيشها أكتر طبعا. أمور، بتجربي قصص بهويتك. المرأة الليزبيان مسترجلة، والله كل صاحباتي يعني حاجات منتل، يعني بومبا، ومرة وشو ما كان، يعني مسترجلة أو لا، يعني شو يعني مرة مسترجلة، شو يعني رجال مخنط، شو يعني تسعى لأن تلعب دور الرجل بحد ذاته. هو إنه يعني غالبا نقول إنها معقدة، لا نقول نحن، يعني يقال إنها معقدة، ويقال إنه يعني لديها مشاكل مع صورة الرجل، وبالتالي تسعى لأن تكون رجلا.
اوكي هلا هن بيقولوا انه نحن بنكره الرجال، وهو اللي هو منه صح. نحن بنكره الفكره الاجتماعيه اللي انحطت لدور المراه ودور الرجال بهذا الموضوع من ناحيه، وبعتقد انه الرجال من وراء المجتمع الذكوري الابوي متراجعين كثير لورا ككائنات اولا من وراء هذا المجتمع، والنساء من وراء هالمجتمع اضطرت تتطور كومبلكسيتي او لايرز معينه تو سرفايف، تعيش الاستمراريه من جهة والبقاء على قيد الحياه. هيدا من جهه في هو بكل بساطه هو يعني كل شيء مستقل عنه للرجال هو سيء، كل شيء ما فيه سلطه هو سيء، شو ما كان شكله، يعني بدك تسميه سحاق، بدك تسميه شو ما كان، يعني سلطه ماليه، كل هول موجود من وراء السلطه. كل ما تروح السلطه كل ما اسوء. لما المرأة بالعصور الوسطى بلشت هي ما تتكل على رجال الدين يجوا يصلوا ويعملوا اكزورسيزم للمرضى وتروح تقطف وتعمل اعشاب وعلاج بالاعشاب، كانت عم توقف بالسلطه بوجه السلطه الدينيه، فكانوا يحرقوها انه هي ساحره، المرأة اللي ما كانت ترد هي ساحره. كل شيء ما بيفوت ضمن هيدي السلطه وبخسرهم سلطه هي شيء مختلف، شيء سيء، شيء بشع، شيء مسترجل، شيء شو اسمه. وفي كمان حتى بيقول لك انه بيكرهوا الاير، بس هو لا، انه يعني هو نحن ما بنكره الاير، هو كعضو شيء لذيذ، هو بشو معلق، واللي معلق فيه شيء اجتماعي، هو لو معلق فيه مشغول عليه متعوب عليه بينحكى، بس ما مش متعوب عليه. قد ايه في نسبة رجال عم تشتغل، وما عم بقول لك انه النساء كلها بتشتغل عن حالها، النساء الذكوريات موجودين وكل هول هاشتاج نوت اول مان هاشتاج نوت اول وومن يعني. بس قد ايه في نسبة اليوم رجال بتوقف وبتشتغل على حالها وبتفكر وقير انا اللي قلته هلا انه شيء مش اللي قلته هلا شيء ذكوري، انا ليش عم اقول هيدا الشيء؟ انا ليش بدي اقعد اعمل هدول القصص؟ ما فيها الانتروسبكشن يعني. طيب خليكي معنا هذا مش بس عند الرجال وهيك يعني. وبس على قصه الولوج، تفضلي. ايه تفضلي. الرغبه الجنسيه واللذه الجنسيه مثل ما قالوا انه ما فيش حكي عن اللذه الجنسيه للمراه. يعني كل السكس كان كل حياته مركز على لذه الرجال، والمراه هي بروب، يعني هي غرض لتلبيه هيدي الرغبه. اما هو المتعه تاع المراه هو شيء بحد ذاته بعد لهلا، يعني قد ايه في دراسات عم تنعمل، لا زالت هلا عم تنعمل يعني. نعم، وغالبا يقوم بها الرجال ايضا هذه الدراسات. يعني غالبا الدراسات التي تطال الحياه الجنسيه واليوم الواقع انه ما بيقدروا. تفضلي. وما بيقدروا يستوعبوا انه اليوم التكايه عرفتي انه المخده فيها تعطي متعه، لانه ما بيعرفوا المتعه الجنسيه، لهم هي المتعه بالقضيب. هلا هيدا قضيب كثير رفيع، بس طيب انه شكرا المتعه بالقضيب انه هيدا الشيء منه، لانه في كونسنتري على الولوج، عرفتي كيف، على البنتريشن. فاليوم اجان المخده فيها تمتعك، الحصان في متعك، بس انه كل شيء في متعك، بس ما في مفهوم للذه تاع النساء، السكس تبع المراه. اما المراه ما عندها العضو، والله انا عندي 3 بالبيت يعني. هلا مع طيب مع دعيني اسال كمان كويس يعني. دعيني أسأل غدير يعني اليوم لماذا يقبل الكثير من الرجال في المجتمعات العالمية وليس فقط في العالم العربي، عندما ندخل على الإنترنت على محرك البحث جوجل نضع نساء مثليات، أول ما يخرج هو أفلام البورنو، لماذا الرجل يقبل أن يرى السيدة المثلية أو سيدتان مثليتان في فيلم إباحي؟ ويعني هو طبعا ربما لدى غالبية الرجال هناك هذا الفانتازم أيضا في خيالهم الجنسي، ولا يقبل بهن كشريكات في المجتمع موجودات. يعني أنا فكر إنه كان في كثير تسليط على كل موضوع الجنس وجنس النساء المثليات. فكر كمان المجتمع برا بيعمل هذا الإشي. الجنس هو جزء من العلاقة، من الحب والمحبة، وأسلوب حياة، هو أسلوب حياة مختلف أكيد. هو أسلوب حياة يتطلع إلى حياة تعددية. يعني المفهوم هو هون إنه هيك الناس عم تخلق، ممكن الناس تخلق مثلية كبيرية مزدوجة، هاي هي طبيعة. فهون المهم نشدد إنه المثلية طبيعية،
هي مش مرض ولا اضطراب، هو مش إشي خارج عن الطبيعة، وكان موجود بكل الحضارات وبكل الديانات ومن ضمنها الدين الإسلامي وإلى آخره. فأنا بفكر كمان إنه كثير مهم إحنا كنساء نشارك التجارب الثانية اللي هي تتخطى يعني إنه تجاربنا. لما إحنا بنحكي عن تجاربنا كنساء مثليات أو كبيريات أو عابرات، في شريحة كبيرة من مجتمعنا اللي بتسمعنا لأول مرة، اللي هن فتيات وكمان فتيان، ممكن نساء وفتيات ورجال وشباب وأمهات وعمات وخالات اللي هن أول مرة بيسمعوا هاي القصص. المهم هون التجديد إنه المثلية طبيعية. إذا في شخص مثلي أو مثلية بالعيلة، مهم إنه إحنا نكون حاضنة ونحتوي. إذن يجب أن نتحدث أكثر في هذه الملفات. وهي ملفات بنيوية لمجتمعاتنا، لأنه بعض الناس يقولون إنها ملفات يعني تتحدثون عن ترهات الناس تموت من الجوع وأنتم تتحدثون عن المثلية الجنسية. نعم تفضلي داليا، بس بدي أتعقب داليا. أنا عاوزة أعقب بس على فكرة، يعني هو لأن أنا تجربتي الشخصية لما خرجت من الخزانة، إن فكرة المواجهة بالنسبة للذكور صادمة. النساء اللي بيمارسوا جنس مثلي خلف الشاشة دول واحد، يعني الجنس المثلي ده اللي احنا بنشوفه بشكل مين ستريم أو بشكل رائج هو مصنوع للرجال فقط لإثارتهم. ده واحد. رقم 2، مفيش مواجهة. أكيد مش هتطلع من الشاشة وتقول له إيه اللي أنت بتعمله ده، يعني أكيد لا، مش هتقول له أنا اسمي كذا، ولا هيكون مهتم أصلا. يعني هي أداة مجددا. ما هو القصة في المواجهة. أنا ليه الناس بعتت لي رسائل ذبح قتل، عارفين عنوان بيتك في مصر، أهلك في مين، هنكلمهم، هتدخلي السجن، أبوك هيدخل السجن، كل الكلام ده ليه؟ لأن في مواجهة. أنا شخص ليه اسم، ليه شخصية، ليه صوت، هوية واضحة. مش عاوزين يسمعوا ده. نعم. طيب أستاذ أحمد، قبل هيك أن تنتهي الحلقة أريد أن أسمع رأيك في مسألة هذه. يعني داليا قالت أنه أيضا الممثلات في عالم الأفلام الإباحية وأفلام البورنو هن أدوات. اليوم الرجل الذي يعتبر نفسه مؤمنا ويحرم هذه الممارسات، لكنه يعني يستعمل هذه الأفلام كمنشطات جنسية له في حياته اليومية. كيف يمكن أن نقرأ هذا التناقض الفظيع في القيم، في النظرة إلى الأمور؟ طبعا هذا نتاج التربية المنحرفة التي تسود في بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي تربية تركز على المثال الديني وتغض الطرف عن حقائق الواقع ومفارقاته. ولهذا نربي الناس على أن يقولوا ما يريده المجتمع وما يريده النظام الأبوي وليس ما يريدونه هم. ولهذا يقمع المثلي لأنه لا تعطاه الكلمة لكي لا يعبر عن شيء مخالف للنظام الاجتماعي. فالمثلية بين النساء تخلخل هذا النظام الاجتماعي الأبوي وتضر بمصالح الذكور. وهذا ما يجيب على سؤال الأخت التي طرحته قبل قليل، لماذا الرجل يعني يرفض لأنه ما يتعلق بالمثلية بين النساء شيء يهين ذكورته ويخلخل كل النظام الذي يشتغل لمصلحته. وطبعا اليوم لا أحد يتحدث عن موقف الشريعة، فالفقهاء يخفونه لأن فيه عقوبات قاسية، فيه القتل وفيه الجلد، وهم لم يعودوا يجرؤون اليوم عن الحديث عن هذا لأنه النقاش المجتمعي تجاوزهم. لكن أعتقد أننا نحن المؤمنون بالحرية والمؤمنون بالإنسان وبالكرامة الإنسانية علينا أن ندافع عن أمرين اثنين. الأول ضرورة المعرفة العلمية بمعنى المثلي، لأن في كل هذه المجتمعات هناك جهل كبير وأمية. لا يعرف الناس ما معنى المثلي من الناحية العلمية، يعتقدون أنه مجرم وأنه منحرف، وهم لا يعرفون بأن حتى المنطق الديني الذي يستعملونه هو ضدهم، لأن المنطق الديني يقول أن الله يخلق البشر على صورته. وهل معنى هذا أنه لم يخلق المثليين؟ فإذا حتى في المنطق الديني نفسه يعني هذا الخطاب لا يمكن أن يصمد. المسألة الثانية هو التربية على الحق في الاختلاف
وعلى العيش المشترك. هذان المفهومان مهمان جدا، وهما مطرودان من المدرسة في هذه الرقعة الجغرافية التعيسة. لا بد من تربية أطفالنا على أن يحترموا المختلف في اللون وفي اللسان وفي العقيدة وفي الميول الجنسية، واعتبار أن اختلاف الميول وربما الجنسية تغيير القوانين ليس جريمة أيضا. بل هو شيء لا، تغيير القوانين هذا شيء جوهري. ونحن الآن في هذه الأيام في المغرب في خضم النقاش حول القانون الجنائي ومدونة الأسرة. نعم. وتطرح كل هذه الأشياء بحدة الآن. وأعتقد أنه من أجل مواطن متوازن رجلا كان أم امرأة، ومن أجل حياة كريمة، لا بد من احترام الحق في اختيار نمط الحياة. الدولة ليس من حقها التدخل بين الشخص ونفسه في حياته الخاصة، وليس من حقها التدخل في الاختيارات، في اللباس والأكل والشرب والجنس والفن والإبداع الجمالي. هذه أشياء للإنسان أن يقرر فيها بنفسه ما يحقق له السعادة. شكرا ولهذا لك. لا توجد سعادة في هذه البلدان، لأن السعادة مرتبطة أساسا بالحرية. شكرا لك أستاذ أحمد. كلمة أخيرة داليا فيما يتعلق، أريدها خاصة قليلا. أنت ما الذي تقولينه اليوم لكل فتاة ربما عربية مثلية ولكنها تخاف من المواجهة، تخاف من أن تقول عن ما تشعر أو أن تعبر عن هويتها؟ أنا بصراحة ما أقدرش أقدم نصيحة كاملة شاملة للجميع. هي أول شيء، أهم شيء الأمان. الواحد يكون في أمان، ولو قدر يلاقي حد يفصح ليه عن ميوله يكون شخص آمن. وأكيد في ناس هتكون آمنة في البداية، بعد كده ما تكونش آمنة. التكيف والقدرة على التكيف دي برضو مهارة ومش كل قادر عليها، فما عنديش نصيحة شاملة لأن ظروفنا مختلفة. وفي يعني حد في قرية مثلا حياته أكيد هتكون مختلفة غير عن حد المدينة في العاصمة. يعني ففي سياقات كتير. في ناس أعرفهم في دول أوروبية مش قادرين يقولوا لأهلهم ولا يقولوا لحد، بالرغم أن القوانين بتخدمهم. فإحنا بنتكلم عن تعقيدات سياقية. إحنا يعني يجب كسر حاجز الصمت. ده حاجة شخصية جدا. يعني كل شخص ليه طريقته في التغلب على الصراعات. طيب فالنتينا، كلمة أخيرة في هذا الإطار عن العلاقات المثلية بين النساء. سيكون جميلا لو في كل العالم وليس فقط في العالم العربي أو أوروبا أن يفهم الناس أنهم يتعاملون مع بشر مثلهم، وأن الحب المثلي هو حب، وأن العلاقات الجنسية المثلية هي كغيرها من العلاقات الجنسية. برأيي ستكون تلك بداية جيدة. شادن تفضلي، أعطيك الكلمة. يعني معك، سأختم معك، تفضلي. إن كان المجتمع، إن كان الدين، إن كان القوانين، إن كانوا الأهل، إن كانوا الأصدقاء، اليوم وقتها حيلا جزء من هود اللي هلأ سميتهم ما بيتقبل إنه في مثليين وهولي، أو بيعتقد إنه في ترويج للمثليين وهولي. هول الناس أنتم مش عم بتخلوا الناس ما تكون مثلية. الناس حتضلها مثلية، أو حتضلها شو ما كانت هي، خلقت كيف شو ما كانت هي حتضلها. الفرق بس إنه حتكره حالها أكتر، حتكرهها الناس أكتر، وحتكون حياتها بخطر أكتر. ما يعني إنه هي حتغير. إذا اليوم أنا جيت قلت لابني إنه ممنوع تكون لوطي، إنه مش إنه حيوقف. إذا الله قال له إنه إذا عرفت، إذا مين ما كان إجا قال إنه أنا ممنوع أكون هيك، بالأخير اللي عم تحسيه عم تحسيه. هو الفرق الوحيد هو إحساسه للشخص مع نفسه وإحساس المجتمع تجاهه. اليوم طالما أنتم عم تخلوا الشخص يكره نفسه، يأذي نفسه، يأذون الناس. شكرا كثير. نسبة الانتحار عند لحظة بس كمان في نسبة انتحار. سوري. لا بدي فقط أريد منك لا تلف، تركونا نعيش، حلوا عننا بس. هي حلوا عننا، كل واحد يعيش مثل ما بده. يا الله شو بدكم فينا؟ طيب شكرا لكن وشكرا لجميع الضيوف والضيفات في هذه الحلقة من برنامج فلك الممنوع. النقاش لا نهاية له، نترك لك ولك حرية التفكير وحرية الاختيار. ابقوا دائما على فرانس 24 ومونتي كارلو الدولية. تحياتي.